إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا يوم عرفة. قولوا الحمد لله. الحمد لله الذي بلغنا هذا المكان وأقامنا في هذا المكان. الحمد لله الذي اختارنا للوصول إلى هذا المكان. الحمد لله الذي اجتبانا وانتقانا وبلغنا يوم الحج الأكبر. هذا يوم عرفة، يوم لم يعتق الله جل جلاله في يوم أكثر من هذا اليوم. فاللهم اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من المرحومين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا اليوم. نعم، ليس في يوم أكثر من أن يعتق الله رجلا من النار أكثر من يوم عرفة. ولم يرى الشيطان أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، مما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الرب عن الذنوب العظام. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أحبتي في الله، هذا يوم عيد. جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: في كتابكم معشر المسلمين آية لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: هو عيد. أنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم عرفة، وهو يوم عيد. فاليوم عيد، ولكنه عيد لمن أعتقت رقبته. وأبشركم إخوتي، طالما أنه جل جلاله أتى بك إلى هنا فهو يريد أن يرحمك. أتى بك إلى هنا فهو يريد أن يكرمك. أتى بك إلى هنا فهو يريد أن يعفو عنك. اللهم اعف عنا،
ولكن إذا قمت هذا اليوم بحقه، إذا انتبهت لهذا اليوم وحقه، إذا عشت هذا اليوم لحقه، عشت هذا اليوم بحقه. إخوتي، الحج مدرسة عظيمة، مدرسة يتربى فيها المسلم على المعاني. أول معنى من معاني الحج يتربى عليه المسلم في هذه المدرسة الاستسلام. الاستسلام لله جل جلاله. لعل في العبادات إذا أتيت إلى الصلاة ففي صلاتك حين تصلي قد تجد شيئا من حظ النفس، راحة نفسية، سكينة، هدوء، سعادة وأنت تصلي. ألم ترى أنك كثيرا ما تقول أنا بستريح لما أصلي، أنا بستريح لما أسجد. في تلاوة القرآن كمثل، في الصيام قد تجد هذه المعاني أيضا، في الصدقة وإسعاد الفقراء قد تجد كل ذلك. أما في الحج فقد ربيت على التجرد. وأين يجد إنسان نفسه وهو يرمي حجر بحجر إلا إذا استسلم للملك الجبار وقام يلبي ليقول لبيك، أي مقيما على طاعتك إقامة دائمة. فهو يرجم حجرا بحجر طاعة، فيستشعر حلاوة الطاعة وأنس أن الملك الذي أمره يراه، فهو ينفذ ما أمره ربه وهو لا يدري لما يفعل هذا. خذ سرا آخر من أسرار التسليم في الحج، وهو هذا اليوم، يوم عرفة. أين نحن الآن؟ إننا في أرض ليست لها أي قيمة إلا هذا اليوم. في أي وقت في السنة إذا مررت بهذا المكان صحراء، لا مسجد ولا صلاة ولا إقامة ولا شيء أبدا. سبحان الملك، لو أنك أعملت عقلك. ويوم عرفة يوم الحج، قال رسول الله ألا تصلي على النبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلما سمعت اسمه فصل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصل علي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. هذا اليوم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنو ربنا عشية عرفة من أهل عرفة فيباهي بهم الملائكة. لو أنك نظرت من وجهة النظر البشرية المجردة بعقلك لقلت إن حق هذا اليوم أن يكون في الكعبة، صح ولا لا؟ أن يكون في الكعبة، في بيت الله وأمام بيت الله، وفي هذه البقعة المباركة وأطهر مكان على ظهر الأرض، ليكون يوم عرفة فيجتمع شرف المكان وشرف الزمان. ولكن يشترط عليك ربك أن تخرج لا من الكعبة بل من الحرم. فمن جلس في الحرم بطل حجه. ارفعوا عن بطن عرنة لأنه من الحرم، ادفعوا عن بطن عرنة. سبحان الملك، تخرج من الحرم إلى صحراء في هذا اليوم تسليما. قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الاستسلام الذي تتعلمه يجعلك تعيش حياتك راضيا بالله ربا مقسما للأرزاق. إذا استفدت هذا الدرس، درس الحج، أنك تتعلم الاستسلام للرب، فأبدا لن تجد اعتراضا باطنا ولا ظاهرا، لا بحرف ولا بكلمة ولا بحركة ولا بامتعاض ولا بوسوسة. لن تجد شيئا إذا استسلمت
وتعلمت هذا الدرس. من دروس الحج أيضا أيها الإخوة تدريب على التواضع. إنك حين تنظر الآن إلى الحجيج، من الوزير ومن الأمير؟ من الكبير ومن الصغير؟ من الشيخ ومن التلميذ؟ الكل خلع رأسه، الكل خلع نعاله، الكل خلع ثيابه، الكل لبس كفنه، الكل اليوم عبيد. محيت الألقاب ونزعت الأسماء، والكل يقول يا حج يا حج، وانتهت القضية عند هذا الحد. تدريب على التواضع. قد ترى في الملابس يتفاضل الناس ويتمايز الناس ويعرف الناس أقدارهم، أقدار بعضهم بعضا، بنوع الحذاء الذي يلبسه، والشراب الذي يلبسه، والعمامة أو البرنيطة التي يلبسها، والكرافتة التي يلبسها، والشماغ والعقال الذي يلبسه، إلى آخره. أما في الحج فخلع الله عن الكل الألقاب، وجعل الكل سواسية عبيدا. الكل يلبس كفنه ويجلس عبدا كجلسة العبد أمام الكل. فتدرب على التواضع، تدريب على أن تخلع من نفسك الأمارة، ألا ترى نفسك، ألا تشهد لنفسك فضلا ولا ترى لنفسك حقا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. وهذه حقيقة العبد، حقيقته ألا يشهد لنفسه فضلا. من أنت وما أنت؟ أي شيء أنت؟ ماذا صنعت الأموال لأصحابها؟ وماذا صنعت المناصب لأصحابها؟ لا شيء. الكل حين يكفن ويوضع في التراب أمام الله في القبر لم يثبت قط أن سأل ملك محاسبا ما اسمك، وإنما سأل الملك العبد ما دينك، من نبيك. لم يسأله ما اسمك. في كل مكان تنطلق إليه تسأل ما اسمك، ما منصبك، ما شهاداتك، ما بلدك. إلا في القبر تسأل من ربك، ما دينك، من نبيك. هذا هو هنا حين يستوي الكل والكل يقول كلمة واحدة: لبيك اللهم لبيك. لعله إخوتي درس أخير من دروس هذا الحج الزهد في الدنيا. وما الدنيا؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إخوتي، إنك حين جئت إلى هذه البقعة القاحلة، أين سريرك؟ أين طعامك وأين شرابك؟ أين خدامك وأين شهوتك؟ تخليت عن كل هذا، ومع ذلك وجدت قلبك. اللهم أصلح قلوبنا. إنك وجدت قلبك ووجدت حياتك، كأنه يعلمك سبحانه أن هذه الدنيا وهذه الشهوات لا قيمة لها مطلقا ولا وجود لها. إنه تدريب أيضا على الاختلاط بالناس في الطاعة. إننا كثيرا ما نقول أن الإنسان يحتاج إلى خلوة ليستجمع شتات قلبه، ليجتمع له هم نفسه. ولكن هنا تجد في وسط هذه الجموع الحاشدة ووسط هذه الكثرة الكاثرة من الناس
ومع ذلك تجد قلبك حاضرا، لأنه اجتماع على الطاعة، ولو اجتمع الناس على الطاعة لثبتوا على هذا. إخوتي، إذا كان ربنا جل جلاله يطلع على خلقه يوم عرفة كما صح بذلك الحديث أن الله يدنو من خلقه عشية عرفة فيباهي بهم الملائكة فيقول: يا عبادي، يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا. أخي، دعني أوجه الكلام لك شخصيا. كل واحد منا فليتصور كل منا في هذا الموقف أن ربه جل جلاله يشير إليه ويقول: يا ملائكتي انظروا. حين ينظر الله إليك هل أنت عبد تصلح أن يباهى بك الملائكة؟ الملائكة ما بين راكع وساجد وقائم وذاكر وتال إلى يوم القيامة. الله يباهي بك، هل تصلح أن يباهي الله بك؟ قلبك هذا. اللهم طهر قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حين ينظر الرب جل جلاله إلى قلبك، أهذا قلب طاهر يباهى به؟ أي القلوب قلبك؟ اللهم طهر قلوبنا. قالوا أن من معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. إننا ونحن في هذه البقعة اليوم أنت أحوج إنسان اليوم إلى رحمة الله. اللهم لا تخذلنا في هذا اليوم. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا في هذا اليوم. اجعلنا من المرحومين. فإياك أن تعلم أن في قلبك خبثا ما وتتركه. نق قلبك، طهر قلبك. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم نق قلوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. انظر أخي وخذ فرصتك، خذ فرصتك اليوم لكي تنظر إلى قلبك وتطهره وتتوجه به إلى ربك طاهرا لكي تصلح أن يباهي الله بك. طهر قلبك بعد أن نقلك الله من الدنيا إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا عرفة، حيث ليس في جيوبك مال ولا دفتر شيكات. نقلك إلى هنا بعيدا عن زوجتك وأولادك، بعيدا عن مصنعك ومحلك ووظيفتك وإدارتك. نقلك بعيدا إلى حيث تكون هنا متبتلا منقطعا متفردا لعبادة الله فقط. فما جئنا إلى هذا المكان إلا لكي نعبد الله. فطهر قلبك من الدنيا وهم الدنيا وحب الدنيا وشهوة الدنيا. اللهم طهر قلوبنا. إلى الذين ما زالوا يفتحون تليفوناتهم ويتابعون أعمالهم، اتقوا الله وتوبوا.
إلى الذين ما زالوا مصرين على بعض المعاصي كالتدخين وغيره اتقوا الله وتوبوا. إلى الذين ما زالوا مصرين على معاص الله يعلمها، الله يرى قلوبكم، الله يعلم أسراركم، ويحذركم الله نفسه. قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول سبحان الله، أن يتوجه الأمر بالحذر إلى المطيعين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأنت في حال الطاعة الله يحذرك. ثم لعلي أتساءل مما أحذر؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا مما أحذر؟ فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وكأن إبهام التحذير للتهويل. تصور لو جاءك شخص وقال لك: أنا أحذرك. قلت له: من إيه؟ قال لك: هي كده وخلاص، بحذرك لا تنام ليلتها. كيف وقد حذرك الملك الله الجليل العظيم الجبار، يحذرك. أين حذرك؟ فلذلك وجب علينا أن نحذر في هذا اليوم، وأن نبالغ في الحذر أن تحبط أعمالنا. أشهدوا ربكم من أنفسكم خيرا. ثم بقيت الأخيرة، وقفة هذا اليوم أنت مطالب فيها بأمرين: الأول الإزراء على النفس والانكسار والذل والخضوع وسوء الظن بالنفس مع حسن الظن بالله. الإزراء على النفس. إخوتي، إننا بحاجة أن نرى أنفسنا بعين التقصير. لما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. هذا رسول الله. وحين قال: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، حين قالوا: ولا أنت، كان يستطيع أن يقول: لا، إن لي شأنا آخر، أنا حبيب الله، صح ولا لا؟ ولو قال لصدق. أنا سيد ولد آدم، بيدي لواء الحمد، أن آدم والنبيون خلفي يوم القيامة، أنا غفر لي ما تقدم من ذنبي، صح ولا لا؟ ولكنه لم يرى نفسه، فحين قالوا: ولا أنت، قال: ولا أنا، بمنتهى البساطة، ولا أنا. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه هي. لما قال حين مات عثمان بن مظعون: طوبى له من أهل الجنة، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه من أهل الجنة؟ إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وصدق ابن الجوزي عليه رحمة الله وهو يقول: عجبت لخوف عمر مع عدله وأمنك مع ظلمك. عجبت لخوف عمر مع عدله. عمر وهو عمر حين يمضي إلى حذيفة بن اليمان ويسأله: أبي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين. عمر حين يأتيه الموت ويقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويقول له ابن عباس رضي الله عنهما: أبشر يا أمير المؤمنين، مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل بك وفعل. قال: اسكت يا ابن عم رسول الله، إن المغرور من غررتموه، والله وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. كيف ترى نفسك؟
كيف ترى نفسك اليوم؟ وقف بكر بن عبد الله المزني يوم عرفة فنظر إلى الموقف وقال: ما أطيبهم لولا أني فيهم. اللهم استرنا يا رب. ووقف مطرف ومصرف ابن عبد الله بن الشخير فأمسك أحدهما بيد صاحبه وقال له: لو ظننت أن في الموقف شر مني ومنك فقد أخطأت. الإزراء على النفس. اجلس في خلوة الآن مع ربك واشكو إليه نفسك وتجرد وتذلل وتواضع وانكسر، فهذا أقرب باب دخل منه العبد إلى ربه. ومع هذه، مع الذل والانكسار وسوء الظن بالنفس، أحسن الظن بربك. في آخر يوم عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال أسكت الناس، فأسكتهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله قد تجاوز عن مسيئكم ووهب مسيئكم لمحسنكم وتحمل عنكم التبعات. الله أكبر. إخوتي، احسنوا الظن بربكم اليوم. احسنوا الظن أنه سيغفر لكم. الكل سيغفر له إن شاء الله. قل الله أكبر. الكل سيرحم، الكل سيعفى عنه، الكل سينصر، الكل سيدخل الجنة بهذا اليوم إن صدق إن شاء الله وقدر. هذا يوم أحسن الظن بربك. لن يخذلك فهو كريم، لن يضيعك فهو رحيم، لن يردك فهو حليم ودود جل جلاله. قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فالله جل جلاله عفوه أعظم وفضله أكبر ورحمته أعم، وسعت كل شيء. فأحسن الظن بربك. بعد أن تسيء الظن بنفسك قلها بلسان الحال أو المقال: يا رب أنا ما استاهلش، بس أنت كريم. ما أسوأني وأخذرني ولكنك حليم حيي ستير تحب الستر. اللهم إنك حيي ستير تحب الستر فاسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعم، قلها وتقرب من ربك وتزلف. إخوتي، هذا يوم عرفة، يوم عظيم عظيم عظيم. من حرم خيره فكيف يعوض؟ فلذلك فرغوا أنفسكم لطاعة الله. كفاكم لغوا، كفاكم كلاما وهزرا، والدنيا أمامكم بعد واسعة. فرغوا هذا اليوم لله. فرغوا قلوبكم فلا تشغلوها إلا بالله. فرغوا ألسنتكم فلا تشغلوها إلا بذكر الله. فرغوا أعضاءكم وحواسكم فلا تنشغل إلا بالله. اقنطوا هذا اليوم واخشعوا وتبتلوا وتقربوا إلى الله لعلكم ترحمون. أسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا اليوم خير أيامنا. اللهم اجعل هذا اليوم خير أيامنا واجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المرحومين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا وتقبل أعمالنا. إخوتي، أنا أحبكم في الله. سنعطيكم مهلة 5 دقائق. الكل منكس رأسه ناظر إلى قلبه متبتل إلى ربه يشهد الله توبة. ابدأوا هذا اليوم بتوبة. استحضر ذنوبك
وتب منها بشروطها: الإقلاع والندم والعزم. اعزم على ألا تعود. أشهد ربك من قلبك الآن توبة. إن قبلت توبتك الآن فزت. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة ترضيك وتقبل توبتنا. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.